ليه؟ طب ايه السبب؟ انا مش عارف اتكلم انجلش ليه؟ لان السبب الوحيد للانجلش you should be practice. Practice that means you should talk English from your tongue. You are number 3. Third one here is called speaking. طب هعمل ايه بقى؟ هجيب اول نظريه قلناها حضرتك تعمل ايه؟ اول نظريه انك تحفظ كلمات. هتجيب ال 20 كلمه اللي انا حفظتها هنجيبها حضرتك وهنقعد بقى نسمعها مع بعض. هتجيب الكلمات دي وتروح بقى مسجلها في جمل sentences. طب هعمل بيها كام جمله؟ 20 جمله مش مشكله، 15 5 10 2. اعمل جمله واحده بس. اعمل جمله واحده بس. انت لو عملت جمله واحده بس هتستطيع ان انت تتكلم انجلش. طب بعد ما تعمل الجمله هتعملها ازاي؟ هتعملها ريليب. هتعملها بالمنظر ده. For example I drink water. انت عشان تحفظ كلمه drink. طب حضرتك هتقول مثلا انا سافرت أليكس. I travel to Alex. قلتها بالمنظر ده. طب حضرتك تخيل معايا عملت اخطاء ما يقرب من 90%. مش مشكله خالص. احنا ان شاء الله باذن الله هنخصص لك تايم، هرد عليك لايف وهرد على كل الاسئله. حضرتك بس كل الموضوع انت هتسجل بصوتك وهتبعت لنا ان شاء الله على الواتساب او على الفيسبوك بيج، وان شاء الله هرد عليك وهرد عليك كمان صوت. هقول لك انت غلطت في كذا، ما غلطتش في كذا، عملت كذا. فانت ممكن ده تستغله ان انت اصلا تذاكر حاجه اسمها سيلف ستاري. طب تخيل معايا انا قلت لك الاخطاء، قلت لك تكوين الجمله دي غلط، لا تكوين الجمله دي المفروض تبدا كذا، النطق ده المفروض يبدا كذا. استفاد مني كم في المية؟ انا مش عايزك تستفاد مني اكتر من 5%. يبقى 5% 10% هنا 15. طب بعد كده 25%، ها 30%، ها 40%. الاسبوع الاول خلص عندك وانت بسم الله ما شاء الله انت اصلا نسبتك بتزداد بنسبه 50%. تخيل معايا حاجه مهمه جدا جدا. يعني انا دلوقتي عايز اخس، همسك كتاب هقرا فيه، هخس؟ ما خسيتش ليه؟ مش هخس طبعا، اكيد لازم اجري ولازم اجتهد ولازم اتعب عشان ابقى حد كويس قوي. لازم تبقى ناجح في حياتك ان شاء الله. طب عايز اطلع الدور السابع، تعمل ايه؟ ببص لفوق. طب ابص لفوق تطلع ولا ايه؟ لازم تتحرك. انت لو حطيت رجلك على الدرجه الاولى او السلمه الاولى صدقني هتوصل للدور اللي انت عايزه. بالنص هو ده المطلوب. خلاص ركز معايا بقى كده. ادي دماغي كده كانت فاضيه. اول حاجه كان فيها كلمات. الكلمات دي عملت ايه حضرتك دلوقتي هنا؟ الكلمات دي عملت حاجه؟ بالظبط. طب بعد كده الليسننج عمل ايه؟ نورها. طب بعد ما نورت ها فارت بقى 5% 10%. الدماغ بتاعتك عملت ايه دلوقتي؟ خلاص بقى هتنفجر، هتتكلم انجلش. فعلا هتلاقي نفسك بتتكلم انجلش كويس قوي. بس في مشكله لسه. ايه المشكله بقى؟ بص بقى يا حضرتك، انت ممكن تخليني اتكلم انجلش في اي حاجه انت عايزها، بس لازم تديني الاول عشان اعمل بريبير. لازم حاجه اسمها لازم ارتب الاول بقى ولازم احضر وبتاع. المشكله بقى اللي هي how you can talk without Arabic thinking. That's me English thinking. اخر مرحله معانا اللي هي المرحله الرابعه اللي هي how can be ايه بقى حضرتك؟ ان انت تفكر زي الاجانب. English thinking. طب ازاي افكر كويس؟ بص بقى الموضوع ده سهل قوي. قبل ما تنام وانت قاعد لوحدك قاعد مع اصحابك تخيل نفسك نيتيف سبيكرز. هم احسن منك في ايه؟ تخيل ان هو انت فعلا. تخيل ان هو انت وركز قوي بقى وانت بتتكلم. I need drink water. ايه ده؟ ايه دي الكلمه دي؟ لما لازم بقى حضرتك تدي التون بتاع الامريكان. مش I need to drink water. No. I need to drink water. Hey my mom, Roy I'm hungry. Yeah, my mom I'm hungry. تخيل نفسك وانت بتتكلم. قبل ما تنام حاول تقول كل اللي حصل معاك بس باللغه الانجليزيه قبل ما تنام. العقل اللاواعي هيصدق وهتتكلم انجلش. بجد الثيوري اوف جلاس او جلاس ثيوري اللي هي نظريه الكوبايه دي اللي انا بقولها لك النهارده مهمه قوي قوي قوي. انت معاك دلوقتي الماتيريال، معاك الوردز بتاعتك لو حفظتها كويس 3000 اتس انف تو تاك لايك نيتيف. بس تحفظها بالطريقه اللي قلت لك عليها، السبيل هتصححه بالطريقه اللي قلت لك عليها، الليسننج هتسمع بالطريقه اللي قلت لك عليها قوي، ومن غير ما تصحح هتلاقي نفسك اصلا بتسمع وبتتكلم وبتقول كويس قوي. يعني في مره هتلاقي اوبينيون لا هتلاقيها اوبينيون، في مره هتلاقي سوشيال لا هتلاقيها سوشيال، في مره هتلاقي كومنت لا هتلاقيها كومنت. حاجه كتير جدا هتصلح معاك واحده. المهم لازم تحط هدف لحياتك. Really, if you wanna be you should to tired a lot to gain your goals. يا ريت بجد نبتدي من دلوقتي. شد حيلك، جهز نفسك، ظبط نفسك، قول لنفسك انا فعلا في شهرين هتكلم انجلش like native speakers. Don't forget to subscribe our channels and don't forget you share with your friends. See you lovers.